ايه الاخبار يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. يلا، هو هانت يعني مش متبقي بالظبط غير فيديو واحد اللي هو الجوين. النوعين اللي قاعدين هو الكروس والسيلف. يعني نوعين سهلين من الاخر. بس خلينا في المواضيع اللي علينا النهارده. علينا الاوردر باي وكمان اللايك. مواضيع سهله ولذيذه وهنشرحها. يعني لو خدنا نبذه عن المواضيع دي، اوردر باي باختصار فكرتها ترتيب من الاخر. طبعا انت عارف ان الترتيب عندك هي انواع ascending و descending، ترتيب تصاعدي وترتيب تنازلي. لايك اوبريتور بتستخدم مع الوير كلوز او الوير كونديشن، يعني انت بتحطها ككونديشن، بتعمل تشابه، بتعمل باترن معين. هل التكست ده او هل الفاليو دي متشابهه مع الفاليو اللي انت بتحطها في لايك؟ المواضيع دي هنشوفها وهندرسها بالتفصيل، فيلا بينا. مبدئيا انا جهزت دوكيومنتيشن كده عشان نبص فيها ونقرا منها. اعتقد الموضوع هيكون احسن لان الصراحه فيها تفاصيل حلوه خالص. فيلا بينا. في البدايه بيقول لك ان واي سيكوال اوردر باي احنا بنستخدمها عشان نعمل سورت. تمام. وممكن تعتمد على one column or اكتر، يعني عادي. وزي ما قلت لك عندك نوعين من الترتيب ascending or descending. تمام. هو باي ديفولت الترتيب بيكون ascending. تمام. يعني لو انا ما حددتش نوع فهو باي ديفولت بيكون ascending، وده برضو هنعرفه في اللي جاي. اول حاجه تعال ندخل على السنتكس. السنتكس عادي، سلكتيه عاديه. تعال نجيبها لهم كده. سلكتيه عاديه من الاخر. ثانيه واحده. تكتب سيلكت وتشوف الكولومز اللي انت عايزها، وبعدين اسم التيبل عادي خالص، وبعدين بتكتب اوردر باي. تمام. يعني بعد فروم تكتب اوردر باي، تكتب اسم الكولوم، وبعدين التحديد بالظبط يا ascending يا descending. تمام. وده طبعا لو كان multiple كولوم، لو اكتر من كولوم. تمام. ascending يعني ترتيب تصاعد من صغير للكبير اهو، smallest to largest، او من كحروف من A ل Z. descending العكس بقى، من الكبير للصغير او من Z to A. تمام. بيقول لك ان انت تقدر تعمل sorting by multiple columns، وده عادي وده قلناه برضه. طيب مبدئيا هو ادانا تيبل كده بسيط. تعالى بس نصغر الخط ده عشان حاسس ان هو كبير خالص. حته صغيره كده اهو. في شويه اتريبيوتس. طبعا البلوي الاتريبيوتس بتوع الاي دي والنيم والايج والسالري. تمام. عمل شويه انسيرشن للداتا بيس، اللي هو اليس وبوب وتشارلي وديفيد، وكمان الايج بتاعهم والسالري. وده شكل التيبل يعني من الاخر كفيجواليزيشن عشان يبقى واضح قدامك. طيب تعالى واحده واحده ونبدا مع بعض. في البدايه هنا بيقول لك ايه sort by a single column. ماشي، حلو خالص. ascending هو كده باي ديفولت اصلا هيكون ascending. sort employee by their name، رتبهم على اساس النيم، على اساس الاسم. طب حلو خالص. مبدئيا احنا تعالى ناخد الكود ده عشان نشتغل عليه براحتنا خالص. تمام. فاهو نعمل سيلكت عليه كده، كوبي سيكوال اهو. تعال نرن. تمام كده رنيته، مفيش اي مشكله. تمام، ما ظهرش حاجه. طيب مبدئيا انا عايز اعمل سورتنج باي نيم. طيب بكتب ايه؟ اول حاجه سيلكت. انا مثلا عايز كل الكولوم يبقى استرك، والحاجات دي عرفناها طبيعي فروم اسم التيبل واسم امبلوي. تمام. طيب بعدين قلت لك طبعا هو امبلويز. تمام. بعدين هكتب اوردر باي. طب اوردر اهو. بكتب اسم الكولوم، انا قلت لك النيم. طيب النيم انا عايزه ايه؟ اسندنج. هو باي ديفولت بيكون اسندنج. تمام. بس تعالى نرن عادي ونشوف. طبعا في سيمي كولون ومش شرط طالما ده لاين واحد، او يعني الكود اللي انت ترنه لاين واحد. اه، حرف الاي بعدين البي بعدين السي بعدين الدي، وده ترتيب طبيعي 100%. تمام. طب لو كنت شلت الاسندنج بس عشان اوريك ان هو باي ديفولت بيكون اسندنج اصلا، ترتيب تصاعدي، فهو نفس الاوتبوت. تمام. وضحت لك؟ اتمنى. طيب تعال نقول على اللي بعديها على طول. اهو حلو، نفس الكود، هي نفس الفكره. وزي ما قلت لك ان اسندنج مش شرط تكتب. ودي الريزلت، وده هو اللي طبعا قدامنا. طيب بعدين بيقول لك ايه؟ اعمل بالسالري بس ايه؟ descending order. هنا انت لازم تحدد. تمام. طيب تعالى نرجع اهو. انا عايز بالنسبه للسالري يبقى اوردر باي سالري. تمام. طيب انا عايزه ايه؟ ترتيب descending، يبقى لازم احدد. تمام. بس وهرب اهو. 60,000 50,000 47 45، وده ترتيب مظبوط 100%. مفيش اي مشكله. طبعا عشان احدد بكتب كلمه descending اللي هو دي اي اس سي. تمام. انما لو عايز ترتيب تصاعدي عادي، يبقى تكتب اي اس سي. تمام. طبعا الكلام ده كل لحد دلوقتي انا بتكلم على اساس ان هو سنجل كولوم. طيب تعال نكمل اللي بعد. بيقول لك ايه؟ بيقول لك ايه دلوقتي مالتيبل كولومز. سورت امبلوي باي ايش، رتبهم على اساس السن ان اسcending اوردر. يبقى انت في السن ascending باي ديفولت اصلا هيكون ascending، فدي تمام. وبعدين بيقول لك ايه؟ and for employee with the same الامبلوي اللي هم الايش بتاعهم مشترك، رتبهم بالنيم.
طب هنا انا استنتجت ايه؟ تعال اوضح لك حاجه بس بالنسبه للسورتنج باي مالتيبل كولوم. تعال نكتب هو اول حاجه عايزهم بالايج وبعدين النيم. اول حاجه sorting by age، وقال لك ان ترتبهم ascending، يبقى مش هكتب حاجه، بعدين كوما اكتب age واكتب نوع الترتيب، هو قصدي salary غالبا ascending. تمام، تعال نتاكد بس عشان مش متذكر. ascending برضه نفس الموضوع، يبقى خلاص يبقى مش هكتبها برضه اهو. تمام، هنا هيحصل ايه بالظبط؟ ازاي هيحصل الترتيب باي مالتيبل كولوم؟ باختصار هو الاول هيرتب على اساس الايج، تمام، ولما يلاقي متشابه، هو في الحاله دي مش هيلاقي متشابه، بس تعالى احنا نعمل تشابه. ايه رايك لو ضفنا مثلا، ينفع نضيف، تعالى نضيف الاي دي مثلا 5، نخليه مثلا كيرو، مثلا كان عنده 25 سنه عشان يبقى فيه تشابه مع اللي جاب لي بوب. تمام، سن بتاع مثلا السالري بتاعي ما شاء الله يعني 20000 مثلا. طيب تعالى نسيبه بقى، نفصله من هنا وابلاي، وابلاي يعمل ابديت. حلو فينش. طيب انا دلوقتي اول حاجه برتب على اساس الايج. اول ما هو باي ديفولت يعني اول ما يلاقي في تشابه في الايج، لما يلاقي 20 و20 يروح مرتب على اساس السالري. تمام، وبرده اسcending، يبقى الترتيب تنازل، يبقى انا اللي حط الاول. أنا تقريبا هو كان كام؟ كان تقريبا كان 47 او حاجه زي كده، وبعدين هنشوف. بوب كان 45، فانا اول واحد. تمام، يبقى اول حاجه ارتب على اساس السن، فحط 25 28 30 35، اللي يجي فيه تشابه ما بين كيرو وبوب. تمام، ففي الحالة دي بيروح للكولوم التاني اللي أنا حطيته بعد اوردر باي، اللي هو السالري، ويرتب على أساسه. تمام. ممكن تكون ملاحظهم إن هم مترتبين أصلا يعني، فاهم؟ بس لا، هم جم مترتبين على عشان السن هو اللي مترتب. تمام، يعني تعالى أعمل لك أبديت مثلا، تعالى نغير دي نخليها مثلا 6000. تتوقع مكانها هيكون فين؟ مكانها بالظبط المفروض أدي 35، هو بيرتب على أساس السن. تمام، فعادي هتكون برضو مكانها زي مكانها هي بالظبط، هو بيرتب على أساس السن. تعالى برضو أوريك، تعالى نعمل أبلاي، ابلاي فينيش اهو. شايف حاطه مكانها 6000. يبقى هي بس جت صدفه لان السن كان برضو بيكبر، وفي نفس الوقت كان السالري بتاعهم بيكبر. تمام. طيب تعال ندخل في اللي بعد. اللي بعد بيقول لك ايه؟ sorting using column position. هنستخدم الكولوم بوزيشن. تعال اوضح لك حاجه. تعال نرجع فينها اهو. طيب انت كان ممكن تستخدم بدل ما تكتب اوردر باي ايج، لا، طب الايج ده ترتيبه رقم كام بالنسبه للكولوم احنا كريتناه؟ ادي 1 2 3، اكتب 3. تمام، بكتب 3. طب السالري ده كان ترتيبه رقم كام؟ كان 4، يبقى بكتب 4. تمام اهو عادي، طالما كاتب الاسترك، طالما ايه كاتب الاسترك. ركز معايا عشان هوريك تيست تاني من غير الاسترك. فاهو رنيت، هي نفس الاوت. رتب اول حاجه على اساس السن، بعدين رتب على اساس السالري لو في تشابه، لو 25 مع 25 فرتب دول. طيب امتى ما ينفعش انا اختار على حسب الترتيب اللي هنا ده؟ لما انا اكون محدد كولومز معينه هتظهر. لو انا محدد مثلا النيم اهو، ومثلا محدد الايج بالترتيب ده، ومثلا بعدين محدد ايه، مثلا الاي دي، حطيت الاي دي في الاخر، فانا هنا لازم امشي على اساس النمط ده اللي انا مشيته. مثلا لو انا كنت عايز الاي دي الاول، ده ترتيب على الاي دي، طبعا مفيش تشابه في الاي دي فمش هرتب الاي دي. ترتيب مثلا على اساس السالري الاول، او على اساس النيم، يبقى النيم اكتب واحد على اساس ان هو هنا واحد، بعدين الايج اللي هو هنا رقم كام؟ رقم 2. واضحه لك؟ واصله لك؟ تعال نرن ونشوف هل هيعمل كده فعلا ولا لا. يبقى هيرتب الاول على اساس النيم، بعدين على اساس الايج. اهو ادي الحروف، لو لاحظت ترتيب الحروف، بس مفيش تشابه كده كده عشان يعمل مثلا يروح للطرف الثاني او يروح للجزء الثاني من الترتيب اللي هو 2 ده اللي هو الايج، فمش هيرتب على اساسه. تمام، اتمنى تكون واضحه لك. ليه مش هيرتب على اساسه؟ لان اصلا هنا الترتيب اللي بعد ما رتب على اساس رقم واحد اللي هو على اساس النيم ما لقيش فيه تشابه. لو كان لقي فيه تشابه قيمتين او اسمين بنفس الاسم نفس الحروف، كان في الحاله دي هيلجأ للترتيب الثاني او الجزء الثاني من الاوردر باي، ويرتب على اساسه في التشابه ده، في الجزء المتشابه ده. وصلت لك؟ اتمنى. طيب تعال نكمل برضو نشوف اللي بعده. طبعا هو كان محدد هنا على اساس ان هو تقريبا descending او حاجه زي كده. او لا، هو كان بيشرحها من نفسه. تمام. طيب هنا اديشن نوتس، برضو شويه نوتس مهمه اعرفها كنظري يعني كفاينل وكده. بيقول لك ايه في ماي سيكوال؟ النال فاليوز دايما بتيجي في الاخر. تمام، ده لو او الثانيه، هو هي نفس اللوست بوزيشن اللي هو اقل بوزيشن، اقل قيمه يعني من الاخر. فبيقول لك ايه، هي بتظهر appear first in ascending order، هي اقل قيمه اصلا، انت لو بترتب من صغير لكبير فهي اول قيمه هتظهر لك.
تمام. يقول لك and last in the descending order، لان انت بترتب من الكبير للصغير وهي اقل قيمه فهتكون تحت. تمام. فهنا اداك مثال برضو عشان تبقى واضحه لك، ضاف قيمه، ضاف بس رو جديد. تعال نضيفه احنا، يعني مش هيحصل حاجه لو احنا اللي ضفناه. فاهو تعال نعمل insert مثلا، نطير ده كله مش عايزهم. طبعا احنا ضفنا 5 فخلينا نضيف 6. هنا في سيمي كولون عشان ايرور اللي ظهر ده. مثلا نسميه برضو كيرو عادي، مش هيحصل اي مشكله. تمام ايا يكن يعني. بس لا احنا هنا مثلا نحط السالري بنال. تمام. فتعال نرن. ايرور. لان الانت او الاي دي هو برايمري كي، فمش ينفع لان انا ضفت اصلا من شويه ال5 فخلينا في 6. فتعال نرن. بس كده بيس. تمام. تعال نشوف موضوع السورت مثلا. لو هعمل سورت بالنسبه لايه، للسالري. تمام. خلي مثلا هنا السالري، انا عايز اوصل السالري، خلينا في السالري بس، مش محتاج حاجه تانية اصلا. تمام. فانا همسح، خلينا في واحد بس، اوردر باي سالري. يبقى النل كده القيمه الاي دي رقم 6 اللي انا ضفته هيظهر فين؟ هيظهر اول واحد. تمام. تعال نرن ونشوف برضه هل الكلام مظبوط ولا لا. بالظبط، ظهرت لي اول حاجه. طب لو كان ديسندنج اهو، هيظهر الترتيب فين؟ هتبقى النل اخر واحده، لان هي بيقول لك اللوست قيمه او لوست فاليو. بالظبط اهو اخر حاجه. تمام. يعني اتمنى تكون وصلت لك النقطه دي، لان برضه نقطه مهمه كنظر. طيب في ايه تاني، في ايه تاني؟ هنا برضو كان امثله على جزئيه النل، مثلا اهو في الديسندنج هتلاقيها ظهرت اخر حاجه، وفوق كانت اول حاجه. طيب. ده برضه هتلاقيه بيطبق نفس الامثله على البوردر. طبعا هسيب لك البي دي اف ده لو عايزه. تمام. هسيب لك في اول كومنت. تمام. هو نفس الامثله، نفس، مفيش اي حاجه جديده. ممكن تشوفهم برضه وتطبق مع نفسك فيها. برضه هتلاقي في الاخر حتى اتكلم على جزئيه النل غالبا يعني. بس لا، في حاجه حلوه هنا بيقول لك sorting using column الالياس، بعد ما تعمل له الياس يعني تسميه اسم تاني. هي دي ما جربتهاش قبل كده، بس تعال نجربها يعني. بص. انا دلوقتي مثلا هسمي السالري از مثلا خلينا نقول توتال مثلا، اي اسم. تمام. هل ينفع استخدم التوتال؟ توتال. هل ينفع تتوقع، هل ينفع ارتب الاسم اصلا؟ ده اصلك ده المفروض ان هو كله مؤقت يعني، فما ينفعش استخدمه يعني المفروض. فتعال نرن. ده اللي انا متوقعه، بس هو لا يعني نفع عادي، مفيش اي مشكله ان انت تستخدم الاسم العشوائي، الاسم اللي انت سميته، التسميه الثانيه اللي هي الالياس. طبعا مش لازم هي كده كده اهو، برضه عشان اوريك تاني. فعادي يعني، هو حلو ماشي. المختصر يعني ان انت عادي تسمي تسمية. انا سميت هنا السالري كتوتال واستخدمت التوتال، هي نفس الفكرة. بيس يعني بيدي نتيجة عادي، مفيش اي ايرور. فتعال نكمل برضه. حلو. ممكن نطلع نشوف بصة كده سريعة على الامثلة الموجودة، برضه يكون في حاجة جديدة. طب مالتيبل كولوم، حلو دي عملناها. هنا بيقول لك ايه descending by price. برضه نفس الفكرة بتاعت السالري. وهنا بيقول لك ايه ascending في البرودكت نيم، نفس الفكرة بتاعت النيم اللي احنا طبقناها فوق. فما اعتقدش ان في حاجة جديدة هنا، غير بس الفكرة اللي كانت تحت دي كانت مميزة، ان انت تقدر تعمل سورتنج بالالياس اللي انت سميته عادي بالاسم. بس المفروض ده كان كله مؤقت يعني، ده اللي اعرفه. بس ماشي يعني، هو واضح ان هو ينفع في اوردر باي، لان زي ما انت شايف التست اللي عملناه عادي اشتغل معانا وما جابش اي رونج. طيب. تعال ندخل للجزء الثاني، هو اللايك اوبريتور. بيقول لك هنا اللايك اوبريتور از يوزد ويز يوزد ان وير كلوز. انت بتستخدمها مع الوير، يعني بتحطها في مكان الكونديشن. تمام. عشان تسرش او تعمل سيرش فور سبيسيفيك باترن معين انت بتدور عليه. تمام. ده هنشوفه برضو يعني ايه باترن بالظبط. طيب مبدئيا ايه السنتكس بتاعها؟ ادي عادي بعد الوير بتحط اسم الكولوم ولايك والباترن اللي انت هتحدده. طب ايه هو بالظبط الباترن ده؟ ليه حاجات كده هنعرفها اسمها الويرد كاردز. تمام. مبدئيا انت ليك علامتين، علامه البيرسنت والاندرسكور. تمام. البيرسنت معناها ايه؟ ممكن يكون مفيش حروف، او ممكن يكون في حرف، او ممكن يكون عدد من الحروف. اهو بيقول لك ايه matches any sequence of zero or many characters. برضه ممكن تكون لسه مش مستوعبها، هنشوفها مع الامثله ونطبق. الاندرسكور exactly one characters، يعني مكانه لازم يكون في كاركتر واحد. واضحه؟ تعال ندخل في الامثله على طول وهفهمك الدنيا. مبدئيا ده تيبل كده اتكريت على السريع، برضه هنكريته ونشوف هنشتغل عليه ازاي. طيب تعال نمشي نقطه نقطه. اول حاجه انت بتكتب كلمه لايك، بعد اللايك بتعمل علامه السنجل كوتيشن عادي او الدبل كوتيشن، جواها بتحط الباترن اللي انت هتمشي على اساسه. طب معنى ال بعدين البيرسنت دي معناها ايه؟ ادي ال وبعدين البيرسنت معناها ان ممكن يكون بعد ال مفيش حروف، او في حرف، او في عدد من الحروف. يعني ايه؟ يعني مثلا لو كان البرودكت نيم كان اسمه مثلا ال بعدين
ايا ال بس مثلا، هل تتوقع كان هيطبع او كان هيرجعه؟ كان هيظهر يعني بالنسبه للسلكتات دي؟ ايوه. طب لو كان مثلا اول ال بعدين ايا يكن حرف ان مثلا، هل هيظهر؟ ايوه هيظهر عادي مفيش اي مشكله. طب لو حروف مهما كانت حروف ال ايا يكن الحروف، اهم حاجه ان هو اول حرف يكون ال، سواء كان الحرف الوحيد او معاه حروف تانية. تمام. طب تعالى نعكسها، لو خليناها مثلا ادي ال وجاب ليها علامه اللي هي المودولس ديت او البيرسنت، يعني معناها ايه؟ ادي السنجل كوتيشن اهو. معناها بالظبط ان اخر حرف يكون ال، سواء كان في الاول يعني الوحيد او جاب ليه حرف او عدد لا نهائي من الحروف جاب ليه. طب تقدر تقول لي مثلا لو كان ال لوحده هل ده هيرجع ترو مع الحاله اللي دي؟ بالظبط هيرجع ترو، لان انا قلت لك المودولس او البيرسنت دي ممكن ما يحطش مكانها حروف، صح؟ فبالتالي لو كان كاركتر واحد، لو كان ال فبالتالي هيرجع ترو، او اي لو كان يعني اسم البرودكت ده ال بس فهو هيطبع معايا ومفيش اي مشكله. وبرده الكلام ده هنتسته ونشوف عادي. طيب احنا بس نشوف بس متطبق عشان اوضح لك الدنيا هتمشي ازاي. طيب ده نفس الفكره، اهم حاجه بالنسبه لي يكون اخر حرف اي، يكش يكون ما وراهوش اي حاجه، ده هينفع معايا هيديني تو. طب لو اي مثلا وجاب لي شويه حروف كده ايا يكن الحروف، عادي هيطبع معايا. طب لو كان اي وجاب لي هنا حروف، لا مش هيطبع. ليه؟ لان انا بقول له ان اخر كاركتر يكون ايه، انا حددته كونستانت كده، كاركتر ثابت. اللي بيغير او المتغيرات اللي عندك بالظبط في الباترن دي هي علامه البيرسنت وعلامه الاندرسكور. واضحه؟ طيب تعالى المثال اللي بعده، هنا حط لك ايه؟ البيرسنت في الاول وفي الاخر، معناها ايه؟ على الاقل يكون الاي والبي دول موجودين، اللي في النص دول لازم يكونوا موجودين. تمام، سواء كانوا في الاول سواء كانوا في الاخر سواء في النص سواء ما فيش غيرهم، لازم يكونوا موجودين. دي في الحاله دي هتديني ترو. يعني ايه؟ يعني لو قلت لك مثلا اسم البرودكت كان A بعدين B، هل هيديني ترو؟ ايوه. طب لو كان مثلا A وB وجاب لي شويه حروف في الناحيه دي، هل هيديني ترو؟ ايوه. طب لو كان جاب لي، لو كان مثلا A وB وعنده حروف من الناحيه دي، هل كان هيديني ترو؟ ايوه. طب مثلا لو كان A وادي افترض ان دي وادي بي وجاب لي وبعديه حروف، هل هيديني ترو؟ ايوه هيديك ترو. المختصر المفيد معناها ايه دي؟ معناها بالظبط ان على الاقل حرف الاي بي ده يكون موجود، سواء في الاول في الاخر في النص ما يخصنيش، حتى لو كان لوحدي. واضح؟ واضح. اللي بعده ممكن برضو نطبق هنا، يعني بص هو انا الريزلت كانت بالشكل ده، هو بيتكلم على البرودكت نيم. تعال نحاول نمسح الشخابيط دي بس عشان تبقى برضو الدنيا كويسه. لو بصيت هنا مثلا هتلاقي حرف الاي بي اهو، جه، شايف جه في النص. تمام، لو بصيت هنا برضو هتلاقي فين، لازم تلاقي حرف الاي بي لازم. طيب هنا مفيش اي بي جايين ورا بعض، فده معناها ان هي غلط، المفروض ما كانتش تظهر، المفروض ما كانتش تظهر في الريزلت برضو. خلينا افكرك بيها عشان اوريك، هو غالبا كان اوت طلع غلط يعني، وانا بجيب الحاجه دي على طول من الشات وكده. وكذلك هنا برضو نفس الموضوع، فاهم؟ لازم يكون الاي والبي ورا بعضيهم على حسب الباترن اللي متحدد ده، فده معناه ان رقم واحد بس اللي هيطلع لي. خليك فاكرها برضو عشان هنتست واوريك، انا بحاول اوضح لك ايه الباترنز دي وايه نظامها وبتمشي ازاي. طيب بالنسبه هو انا بيقول لك ايه، لايك الدي بعدين اندرسكور، وتقريبا دول اتنين اندرسكور. طب ايه فكرتها؟ هنا معناها ان يبدا بحرف الدي ده اساسي، تمام، بعدين يجي بعديه بالظبط حرفين. هو بيقول لك الاندرسكور معناها اكزاكتلي وان كاركتر، فدي كاركتر وادي كاركتر، يبقى لازم الاسم يكون متكون من ثلاث حروف اجباري. تمام، وهنا مش هيفرق بالنسبه لي الحروف ايه، ايا يكن الحروف اللي بدل الاندرسكور مش هتفرق. تعال نشوف. هنا لا، المفروض دي غلط لان ده اربع حروف، يعني غالبا برضو دي غلطه يعني، هي دي غلطه برضو. هوريك برضو الحاجات دي واحنا بنتستها ونشوف. طب هنا بيقول لك ايه؟ معناها ايه بالظبط دي معناها في كاركتر. الاندرسكور قلنا فيه اكزاكتلي وان كاركتر، مش هيفرق بالنسبه لي ايه الكاركتر. بعد الكاركتر ده فيه كونستانت الكاركتر اللي هو حرف الاي، ادي حرف الاي، بعدين عدد لا نهائي من الحروف او ممكن ما يكونش فيه. واضحه لك؟ يعني ركز معايا، يعني لو كتبت لك مثلا ايه بعدين ايه وسكت، هل ده هيديني ترو؟ هيديك ترو. طب لو كتبت لك مثلا استنى نصغر الخط لان الخط كده منظره مش واضح وعايزك تركز معايا بصراحه. حته صغيره بس. بالنسبه برضو على نفس النمط ده، لو كتبت لك مثلا يعني حرف البي بعدين ايه بعدين بي، ده هيديك ايه ده بالظبط؟ عادي ترو شغال لان هو اكزاكتلي كاركتر وادي بعديها ايه، وايا يكن بعدين من الكاركترز مش هيفرق. واضحه؟ واصله؟ اتمنى تكون وصلت. طب لو قلت لك مثلا يعني ادي ايه بعدين ايه بعدين ايه، هل ده هيديني ترو؟ هيديك ترو لان اكزاكتلي كاركتر اهو بالفعل، ادي اول حاجه. بعدين كاركتر لازم يكون الايه كونستانت وادي اهو، وبعدين عدد من الكاركترز عادي مش هيفرق. طب لو كتبت لك ايه بعدين بي بعدين مثلا سي،
تتوقع ده يديني ترو ولا فولس؟ معلش بس لو الكواليتي وحشه، بس تقريبا عشان لما كبرت فالكواليتي بتبقى خالص. فالمهم هنا اول حاجه في كاركتر اكزاكتلي كاركتر مظبوط. طب هل بعديه حرف الايه فولس؟ فبالتالي ده مش هيظهر الاي بي سي. واصله لك؟ طيب خلينا نكمل ونشوف لو في اكزامبلز ثانيه. طيب تعال نشوف برضو الريزلت دي صح ولا غلط، لان وارد تكون غلط. اول حاجه فيها كاركتر صح، بعدين حرف الايه، يبقى ده معايا. طب هنا في كاركتر، هل بعديه حرف الايه؟ لا مش معايا، يبقى ده برضو رقم 4 مش معايا. طب هنا في كاركتر بعدين حرف الايه مظبوط، يبقى معايا. وضحت لك؟ طب هنا بيقول لك ايه، لا فكك منها مالناش دعوه، ما اعتقدش ما تهتمش بيها دلوقتي. بس هو الفكره اصلا ان اللايك كيس نون سنسيتيف، يعني غير حساسه للحروف كابيتال او سمول. لو انت عايز تبقى حساسه للحروف هتستخدم كلمه باينري. بس ما علينا، ما تشغلش دماغك بيها خالص دلوقتي. طيب دلوقتي مثلا لو كان في التكست او في الباترن اللي انا عايزه استخدم الكاركتر ده، يعني ايه مثلا ادي اللايك، ادي افترض ان هنا في كلمه لايك بعدين ادي الباترن هنا، وانا عايز المودلس ده يكون موجود، عايز اتشيك هل هو موجود ولا لا ولا مش موجود. طب هعملها ازاي دي؟ هو ده الجزئيه دي هتشرحها باختصار. انت هنا هتعمل سكابنج سبيشال كاركتر. تمام، انت عندك علامه البيرسنت وكمان الاندرسكور هم سبيشال كاركترز بالنسبه لللايك اوبريتور. طب دي بستخدمها ازاي؟ عادي، ادي انا مثلا عايز اتاكد ان على الاقل تكون موجوده البيرسنت، ادي البيرسنت. تمام، جاب ليها علامه الباك سلاش عشان اعمل سكيب ليها وتبقى موجوده. طب معناها ايه اللي جاب ليها ده واللي بعديها؟ معناها على الاقل موجوده، نفس اللي انا شرحته لك فوق. يعني سواء تبقى في الاول سواء في الاخر سواء في النص، اهم حاجه تكون بالنسبه لي موجوده الكاركتر دي اللي هي البيرسنت. طب تعال نشوف الاوتبوت او الريزلت هل مظبوطه ولا لا. هي المره دي مظبوطه، لان هو لازم بيتشيك اذا كانت موجوده، وفعلا دي موجوده في الحاله الوحيده اللي كانت رقم 7 اللي هو ضافها تقريبا بعدين اهو، عمل انسيرت ليها بعدين. طيب في ايه تاني؟ ده مثال كده كومباينيشن او كومبايننج ما بين اللايك والاوردر باي والليميت. بيقول لك ايه، فايند توب برودكت. التوب خلاص هو قال لك 2 فاكيد ليميت 2 انت هتستنتج منها كده. طب بيقول لك ايه البرودكت ان، هو حدد لك تمام لازم يكون الكترونيك والكاتيجوري يعني بتاعته، ولازم كمان الهوز نيم يحتوي على حرف الايه. يعني بيقول لك يحتوي على حرف ايه، يبقى قبليه وبعديه المودلس. تمام، يعني ممكن يكون اول، هو قال لك ايه يحتوي، شايف كونتين ايه، ما قالكش اول او اخر. فيا اول ويا اخر في النص، عشان كده هنختار المودلس قبليه ومودلس بعديه. لانه ايه معنى كده، لو انا كتبت لك ايه بس هيديني ايه ترو. طب لو كتبت لك ايه بعدها شويه حروف ترو، نفس اللي انا شرحته قبليه فوق يعني وادي الايه وقبلها حروف ترو. طب لو ايه وبعديها وقبلها حروف هيديني ترو، ايا يكن كانت ايه الحروف دي بالظبط. تمام، واهو طلع اللابتوب عشان فيه حرف الايه، وكمان الكترونكس، وكمان هيدفونز لان فيها حرف الايه والكترونكس. تمام. طيب هنا بيقول لك ايه الاستخدام الشائع ليها اصلا، انت بتستخدمها عشان تعمل ايه، تعمل سيرش وكمان فلترنج للكودز زي المثال اللي مدورك ده، كذلك هنا اهو. تمام. طيب نوت لايك بقى العكس بتاعها. تمام، يعني خلاص هو بيقول لك you can use not like to find row that doesn't match pattern. العكس بقى نوت لايك ايه، يعني ايه اهم حاجه بالنسبه لي لو لقيته ال اول وال بعدين شويه كاركترز ده هيديني فولس. ليه فولس؟ لان هو نوت. تمام، لان هو باي ديفولت لو كانت لايك بس كان هيديني ترو، فانت هتنفيها هتبقى فولس. تمام، لو كان حرف ال بس هو المفروض ترو، بس عشان النوت فهتبقى ايه فولس. واضحه؟ طب لو كانت مثلا ال وجاب لها شويه حروف، ما تكتب ال وجاب لها شويه حروف، فالمفروض دي معناها فولس بالنسبه لللايك، انما النوت هتخليها ترو. وضحت لك؟ ده كان المحتوى بس. معلش انا شرحت النظري، ويعني الملف بصراحه كان كويس، اي نعم فيه شويه اخطاء بس على الاقل كنت بوضحها لك. تمام، برضو احنا معلش لو هطول عليك، بس يفضل ان احنا نتست ونشوف الموضوع ده مع بعضينا برضو، عشان نكتشف الاخطاء اللي انا استنتجتها واحنا بنحل واحنا بنشرح، ونشوف هل كلام كيرو مظبوط ولا كلام كيرو غلط ومش فاهم. تعال نشوف. مبدئيا تعال نعمل كوبي للكود ده اهو، كوبي حلو خالص، واحده واحده وهنمشي مع بعضينا وتشيك. طيب ماشي مش مشكلة، حتى لو خدنا نفس المكان هنا. تعال نفصل دي ونفصل دي اهو. تعال نكريت التيبل اسمه برودكت، وعملنا انسيرت للداتا فيه نفس الداتا اللي هناك بس عشان نطبق عليها ويبقى كلام واضح قدامك وكل حاجة. طيب تعال نروح لنفس الكود برضه اختصارا للوقت. هنا بيقول لك ايه، لازم يبدأ بحرف ال. تعال نعمل كوبي اهو، انا عملت له كوبي. قال لازم يبدأ بحرف ال اهو، ده فعلا بادئ بحرف ال وده بادئ بحرف ال، يبقى خلاص يبقى ترو، يبقى جاب لي 1 و6. تعال نتست هل فعلا نجيب له 1 6 ولا لا. بس انا شايف ان هو مظبوط، يعني شايف التيبل الاساسي، التيبل الاساسي فيه ايه بالظبط. في ادي لابتوب حرف ال وكمان في لامب حرف ال. تمام، تعال نتست مش هنخسر حاجه.
ممكن يكون في حاجة احنا مش شايفينها، صح؟ فاهو 1 و6 اهو كلام مظبوط، مفيش أي ايرور. طيب تعالى اللي بعده. اللي بعده حرف الإي. تمام. لازم يكون حرف الإي هو الأخير. أنا ما شايفش غير الماوس اللي قدامي هي اللي صح، دي غلط. تمام. طب تعالى نشوف برضو الكلام ده آخره حرف الإي. فرنتشر أهو. ثانية معلش، هو بيتكلم على البرودكت نيم مش الكاتيجوري. الماوس. الماوس بس بتبرر الرقم 2 بس. تعالى نتست ونشوف. اهو. كان حرف الاي هو اللي في الاخر. اهو طبع لي ماوس بالظبط. تمام، زي ما قلت ما طبعليش التانية لان مش اخرها حرف اي. تمام. طيب في ايه تاني؟ تعالى نكمل برضو التستات اللي بعدي. حرف الاي بي. تمام، انا قلت لك ان معيش غير اللابتوب، صح؟ تعالى نتست. ادي حرف. ادي الاي بي. طبعا قلت لك كيس نون سنسيتيف فمش هتفرق. فتعالى نعمل مودولس اهو، او البرسنت. تعال نرن. بالظبط طبع لي لابتوب بس. فمعلش على الاخطاء اللي في البي دي اف ده، صدقني ما لاحظتهاش يعني. ما كنت بشرح قدامك على طول، جبت الملف وقلت اشرح عليه على طول. طيب هنا بيقول لك ايه؟ الدي وبعدين 2 اندرسكور. مفيش اصلا ديسك، ما تنفعش لان هو، او ممكن يكون قصده على فكره 4، فاهم؟ ممكن يكون دول 4. تعال نشوفهم. غالبا يقصد 4. تعال نعمل كوبي. ممكن يكون 4، معرفش، انا عملت حساب ان هم 3، فارد يكون الغلطه مني برضه. تعال نعدهم. ادي 1 2 3 4، يبقى فعلا 4 كاركترز، يبقى ديسك مظبوط. معلش انا حسبت ان هي 3. خلاص مظبوط، هيبقى ظهرت بيس. طيب يبقى دي خلاص، يبقى احنا معلش على العبث ده، فلا هي مظبوط. طيب بيقول لك هنا جاب لي حرف وبعدين الايه بعدين البريس. تعالى نكتبها. انا قلت لك ان مفيش غير قدامي اللابتوب واللام. تمام. تعالى نرجع. فاهو اندرسكور ايه بعدين بريس. اهو. تعالى نرن. بالظبط ظهر لي رقم 1 و6 اللي هو اللابتوب واللام. بيس. طيب خلينا نكمل برضو. في ايه تاني؟ دي جزئيه الباينري. هو بس كده غالبا خلصنا يعني. الحمد لله الفيديو خلص. طول شويه مني بس معلش يعني، انا اسف اني ضغطتك، اسف. بس صراحه اللي حاسس ان الفيديو لذيذ وسهل ومش هياخد منك وقت يعني، لحد ما هو حلو يتحب بصراحه. الاوردر باي واللايك الاثنين يتحبوا. ما حبيتش اربطهم بمواضيع يعني، عارف، بحيث ان الموضوع يبقى سهل عليك وسلس. ان شاء الله هينزل فيديو خاص للحل فيما بعد، ممكن ليله العملي، او يعني ان شاء الله يعني هيكون ليله العملي بنسبه كبيره، او ممكن قبليها على حسب بصراحه مش عارف. هو هيكون خاص بالحل بتاع المحاضره رقم 10 اللي هي كان فيها عدد معين من الاسئله، واسئله تانية هحاول اجمعها واحاول اعمل مراجعه على الافكار دي كلها، او ممكن اجمع الفيديوهات كلها في فيديو واحد، مش عارف بصراحه يعني. في الاغلب كنت بشوف ان هم اغلب الناس او اغلب اليوتيوبرز بيجمعوا الفيديوهات كفيديو واحد وينزلوه. مش عارف. المهم احنا في الفيديو ده شرحنا الاوردر باي بالتفصيل، وكمان شرحنا اللايك. يعني اعتقد الموضوع كان سلس وكان واضح قدامك، وعملنا تيست. ومعلش على العبثيات اللي كانت موجوده قدامك في البي دي اف ده، بس صدقني انا ما رجعتش على البي دي اف ده. انا قلت يعني اللي هو خلاص جمعت الماتيريال ديت، خلاص يبقى نشرح عليها على طول. تمام. وبس يعني اتمنى لو كان الفيديو عجبك ما تنساش اللايك، ما تنساش سبسكرايب، واشوفك في الفيديو الجاي، وسلام.